اصحابي يا احبابي، عاوز اقول لكل واحد فيكم ان الانسان لما يكون في معية الله ربنا بينجيه من كل كرب، وبيخلي كل الهموم والاحزان والاهوال قدام عينيه صغيره جدا. بيقول في الاثر ان سيدنا ابراهيم لما تم القائه في النار كان عنده 16 سنه، وان الكفار اشعلوا النار لمده 30 يوم، لدرجه ان الطيور هجرت الاغصان والاشجار من شده النيران. وتم القاء سيدنا ابراهيم في النار وهو لوحده اعزل وهو مقيد. كان لوحده اعزل صحيح، بس كان قلبه بيطوف حوالين عرش الرحمن. فضل سيدنا ابراهيم يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ونزل لسيدنا جبريل عليه وقال له لو شئت لاطفأت النيران واهلكتهم. فقال له ربنا عالم بحالي وهو غني عن سؤالي. وفضل يردد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ونجاه ربنا من الكرب العظيم. سيدنا ابراهيم ما بيش الخليل هباء، بتحمل كل الاهوال. رضي ان هو يرمي مراته وابنه في قلب الصحراء وهو عارف ان ربنا هينجيه. رضي ان هو يمسك السكينه ويذبح ابنه ويحطها على راسه وهو عارف ان ربنا هينجيه بكل يقين. علشان كده هو خليل الرحمن، وهو بيئة النبوة فيه، وتم رفع ذكره الى يومنا هذا. السلام عليكم اصحابي.